السلام عليكم ورحمة الله. عايزين نفكر في موضوع الجواز ومشاكل الجواز عموما يعني بشكل عملي شوية. بمعنى ايه؟ هو ايه المانع اللي يجي الزوج او الزوجة ويجيب ورقة ويكتب فيها كل شعور سلبي حاسس بيه في الجواز؟ والله قلة اهتمام، قلة تقدير، طلبات، زل، ما فيش نظافة في البيت، عدم رعاية، إهمال. يكتب كل ده في ورقة، وبعد ما يكتبها وطبعا هي هتكتب الناحية التانية، هتكتب برضه ورقة، برضه قلة اهتمام، ما بيخافش عليها، ما بيحتويهاش، ما بيطبطبش عليها، ما بيراعيش تقلب مزاجها. ممكن يكون طلباته كتير، مش مراعي ان هي مشغولة او عندها اولاد، وهي كمان تكتب الورقة دي كلها كل شعور سلبي حاسة بيه في العلاقة. ولو افترضنا كل واحد كتب ده وادى الورقة للتاني واشتغلنا عليها، يبقى كده كل واحد عرف مشاكله ايه في العلاقة بتاعة الجواز وبلغ بيها الطرف التاني. احنا كده كده بنبلغه في الخناقات، اصل انتي، اصل انت، ونتعصب وانفعال، وللاسف ما بيجيبش نتيجة. طب ما نبقى ناس متحضرين ونكتب ورقة بالكلام ده، كل شعور، كل نقطة، ما تذكرش موقف. يعني ما ينفعش تقول في اليوم الفلاني عملت كذا لا، احنا بنتكلم في الشعور العام. انت حاسس كشعور عام بقلة اهتمام بيك، تكتبه. وهي حاسة بشعور عام اللي انت بتحتويهاش، مش مواقف، مش عملتي وعملت. فبالتالي ندي بعض فرصة ان كل واحد يشتغل على الورقة دي. لو هي فيها 5 أو 6 نقاط سلبية، أنا ممكن أشتغل على 3، والزوجة تشتغل على 3 أو 2. يبقى احنا بدرجة ما حسنا العلاقة. فبالتالي آه، الطرف أو الشريك عرف كل النقاط السلبية أو كل شعور سلبي احنا حاسين بيه، وبناء عليه أظن ده هيبقى أجدى وأنفع. ونشوف النتيجة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. لأن أنا هنا مش عايز أعرض بس مشاكل الجواز، احنا عايزين ندور مع بعض على حلول. خلينا نفكر كده بصوت عالي ونشوف الحلول ممكن تيجي ازاي. لو احنا في وقت من الأوقات فقدنا التواصل، نحاول نرجعه ازاي. ربنا يا رب يهدي بيوتكم كلها ويهدي سركم. السلام عليكم.